عندك 15 سنه ونزلت الجيم عشان تقوي عضلات، والمدربه بتقول لك ان انت ما ينفعش تتمرني على الاجهزه عشان سنك صغير، هل الكلام ده بجد ولا لا؟ ما تيجوا نعرف. انا مش فاهم يعني ايه انت صغير، يعني هل انت مثلا مش طويله، ولا هل انت عشان سنك صغير؟ فاحنا نجاوب على النقطتين. لو انت مش طويله فالجهاز بيتظبط حسب طولك، ولو انت سنك صغير وكمان مبتدئه، الاثنين مع بعض، فالمفروض ان اولويتك تكون الاجهزه. وده الكلام اللي احنا اتعلمناه في الكتب ودرسناه في الكورسات، يعني مش جايب الكلام من عندي، لان الاجهزه امانها اعلى بكتير من الاوزان الحره. وكشخص مبتدئ دايما اولويته المفروض تكون الاجهزه. فيما بعد هنحتاج الاوزان الحره، لان التمارين الحره بتشغل مجموعه عضليه اكبر وبنحتاجها في مهامنا اليوميه، بس ده فيما بعد مش في البدايه. فانا مش عارف بصراحه المدربه ليه قالت لك كده. هل مثلا هم عايزين يريحوا الاجهزه، ولا الاجهزه اللي عندهم مش احسن حاجه فمش عايزه تقول لك كده؟ المصيبه الاكبر انها تكون مش فاهمه، ودي هتاذيكي اكتر ما تفيدي. فنصيحتي انك تغير المدربه او تغير الجيم كله، عشان في حاجات جنان بتحصل في الجيمات والله العظيم. واخر نصيحه عايز اقولها للناس كلها: اي شخص بينزل الجيم مبتدئ وهيتمرن باوزان حره، لان مثلا الجيم بتاعه ما فيهوش امكانيات او الكلام ده كله، لازم يكون معاه مدرب واقف معاه ما بيسيبوش، لان الاوزان الحره سهل جدا انك تتصاب بيها. كونك مبتدئ ما بيكونش عندك اتزان كويس، تحكم كامل في الوزن اللي انت ماسكه، فبالتالي هتقدر تتصاب بسهوله جدا. وهي دي حته صغيره الناس اللي بتتمرن معايا تعرف ليه انا دايما ببقى لازق لهم في التمرين. اتمنى كل رسالتي وصلت. تحياتي.